السلام عليكم جميعا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ تنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير في صحه جيده وتمام الاحوال. هاد النهار الفتيات جبت لكم هاد البريوش هادو اللي هما اقتصاديين 100%، وما نحتاجو فيهم لا حليب لا بيض بلا زيت. ايوا يا البنات، شنو بغيتو اخر؟ ايوا يا الفتيات، كيف العاده هاد الوصفه هادي راه اقتصاديه وكتجي خطيره. شوفوا معايا كيفاش تجي، وكتجي مهويه من الداخل. الفتيات واخا نشكرها لكم، ما غاديش يعني نوصف لكم كيفاش كتجي، راها خطيره. شوفوا معايا التشفيشه. ايوا يا البنات، ندوزو دابا المقادير والطريقه ديال العمل، كيفاش نصاوبو هاد البريوش هادو. اول حاجه كنشد نص كاس ديال الماء دافي، ما يكونش بارد وما يكونش سخون الفتيات بزاف. كنشد 2 معالق ديال سنيده هانتوما، وتندوب البنات السنيده ديالي، تندوبها في داك الماء. يعني كنخلط مزيان. هانتوما شوفوا معايا كيف موضح في لا فيديو. راه طريقه اللي هي سهله بزاف، يعني ما كتطلبش لينا بزاف ديال الجهد الفتيات والوقت. ومن بعد تندير 2 معالق كبار ديال الخميره هانتوما، وكنخلط بهذه الطريقه هذه. كي قلت لكم راه طريقه اللي هي سهله بزاف. صافي، وكنغطي الخميره ديالي وتنخليها لمده ديال 15 دقيقه، ما بين 10 حتى 15 دقيقه، حتى تتشكل ليا الخميره ديالي. هاد يعني باللي هاد الفقاعات هادو صافي. هنا كنعرف بلي الخميره ديالي راها تفاعلات، راه الخميره يعني خدامه. الا الخميره ما دارتش ليكم بحال هاد الفقاعات هادو، اذا الخميره راه بيريمي، او لا راكم درتو الماء سخون، يعني هرستو التفاعل ديال الخميره. صافي، هنايا كنضيف 2 كيسان ديال الدقيق. يعني ما غاديش نحتاجو بزاف ديال الدقيق البنات، فقط 2 ديال الكيسان تيخرجوا لينا 8 ديال الحبات ديال البريوش. هانتوما شوفوا معايا. صافي، وكنخلط كلشي بالعجانه اولا بيديكم. انا هنا استعملت في الاول العجانه، ولكن البنات العجانه ولات عصبتني وحيدتها واستعملت يدي من الاحسن. صافي، هنا كنضيف 25 غرام ديال الزبده الفتيات. هانتوما شوفوا معايا، يعني تقريبا 2 معالق كبار الزبده. هانتوما صافي. هنايا صافي العجينه في الاول تتكون قاصحه، ولكن ملي كتضيفوا الزبده فرا العجينه كتطلق، تتولي تلتصق في اليدين. هنا العجانه ديالي بقات تضرب في الخوا لحقاش 2 كيسان. صافي، حيدت العجانه استعملت يديه. هانتوما بهاد الطريقه هذه يمكن لكم تحكموا في العجين. ديما البنات الا بغيتوا تحكموا في العجين اللي هي جاريه، هي تبقاو تخبطوا العجين ديالكم بهاد الطريقه، تتهزوها وتضربوها، تتهزوا العجين وتضربوها. فهانتوما الفتيات تديروا هاد الطريقه هذه لمده ديال 5 دقائق، يعني تعجنوها الفتيات مزيان. صافي، هنا من بعد هانتوما ما تعجنات لي العجينه ديالي، فراها كتجي كتلتصق في اليدين. هانتوما تجي عجينه اللي هي رطبه، ما تجيش عجينه قاصحه اولا مرخوفه شويه، فهي عفوا تجي كيت لكم تلتصق في اليدين. هنا كنغطي العجين ديالي مزيان، ما تنخليش الريحه البنات يدخل للعجين ديالي، ونخليها ترتاح لمده ديال 30 دقيقه اي حتى يدوبل الحجم ديالها. هانتوما صافي، هنا كندير شويه ديال الدقيق على سطح العمل، ماشي بزاف البنات ديال الطحين، غير شويه. وتنحاول نحيد داك الطحين اللي تيكون زائد في فوق العجين ديالي، باش ما يعني العجين ديالي ما تشربش داك الطحين. فكندردر هنا عاوتاني شويه ديال الدقيق. نتوما شوفوا معايا، وتنحاول هكايا نبسط العجين ديالي على سطح العمل بهذه الطريقه هذه. صافي، هنا البنات تنقسم العجين ديالي لقطع متساويه. انا هنايا درت 8 ديال القطع كي قلت لكم، كل قطعه جاتني فيها 50 غرام، فانا برتهم بالميزان البنات. هانتوما هنا انا استعملت الميزان ديالي وبقيت تنعبر كل قطعه. فصافي الفتيات، كملت بهذه الطريقه هذه حتى ساليت الكويرات ديالي كاملين. نتوما شوفوا معايا. صافي، هنا كندوز مباشره كنطلق الكويرات ديالي بهذه الطريقه هذه. هانتوما كنسطحهم اول حاجه بيديا، ومن بعد تنستعمل الدلاك. هانتوما كندير شويه ديال الدقيق وتنبدا نطلق كي قلت لكم بالمساعده ديال الدقيق باش ما تلتصقش لينا العجين ديالنا على سطح العمل، ولكن
نحاول انني نحيد داك الدقيق اللي تيكون زائد. هانتوما شوفوا معايا، نحاول نحيدو. هانتوما انا كنحيد هنايا طحين. هنا كنزيد شويه ديال الشكلاطه الفتيات. يمكن لكم تستعملوا اي حاجه متوفره عندكم، تعمروها فرماج، شكلاط، اي حاجه. انا هنا استعملت الشكلاط، بتيجيو خطيرين الفتيات. هاد يعني البريوش تيجي معمر بالنوتيلا، تيجي غزال بزاف. هنا كنشكل بالقطعه ديال البيتزا اولا اي موس عندكم اللي هو ماضي، تنشكل بحال هكايا، هكا قطيعات هكايا صغار طوليين. هانتوما شوفوا معايا، هنا قربت الكاميرا باش تشوفوا. صافي وكنطوي بهذا الشكل هذا. هانتوما كنلزز الجنيبات وكنطوي بهذه الطريقه هذه. هانتوما شوفوا معايا، هنا كندير الكويره الثانيه باش نوريكم للمره الثانيه يعني الطريقه ديال يعني كيفاش نشكلوا داك الشكل اللي كيجي بحال هكا حلزوني هكا منفوخ. هانتوما كنطلق العجين ديالي بالشكل اللي هو هكايا يعني بيضاوي. تنجيب شويه ديال الشكلاطه الفتيات تنحطو بهذه الطريقه هذه. هانتوما شوفوا معايا، يعني تنحاول نزلع هكايا الشكلاط ديالي. صافي كندير هكا العجينه على الشكلاط ديالي وكنلزز مزيان. كنشد هنايا الموس اولا اي حاجه عندكم اللي هي ماضيه، كنقطع هكا العجين ديالي بهذه الطريقه هذه. صافي كنلزز الجنيبات باش ما يخرجليش الشكلاط. هانتوما وكندير بحال هكا، كنجمع الجنيبات هانتوما ديالي الفتيات. صافي وهذا هو الشكل ديالنا. هنا الفتيات تندوز كندير صفار البيض مع شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، عفوا يا البنات، وتنبدا ندهن البريوش ديالي بهذه الطريقه هذه. فهاد القهوه سريعه الذوبان مع صفر البيضه هو اللي عطانا داك اللون يا الفتيات اللي شفتوا في لا فيديو. فانا من بعد ما دهنت البريوش ديالي غادي نخليهم الفتيات يخمروا هانتوما حتى يضاعف الحجم ديالهم. انا خداو لي تقريبا ساعه. وصافي الفتيات تندخلوهم الفران يطيبوا على درجه حراره 170، يطيبوا على خاطرهم. فتياخذوا 10 دقائق، ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه. هنا الفتيات هذه هي الوصفه ديالنا لهاد النهار هذه. فغادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. تنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس امرا. ونقول لكم فرجه ممتعه وبسلامه. نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجاي. وغادي نقول لكم ثاني الفتيات ما تنساوش تدعموني. شكرا على الفرجه، بسلامه.